ذات يوم كان كريستيانو وميسي جالسين، وقال كريستيانو: لدي لغز جديد، ما هو الشيء الذي لا يمكن أن يؤكل في الفطور؟ فكر ميسي قليلا ثم قال بفخر: أعرف، إنه البيض. لكن كريستيانو انفجر ضاحكا: لا، إنه الغداء والعشاء. ميسي قرر أن ينتقم، قال: جاء دوري. ما هو الشيء الذي يذهب إلى الماء ولا يبتل؟ أجاب كريستيانو بسرعة: إنه القارب. لكن ميسي قهقه: لا، إنه ظلك. ثم جاء كريستيانو بلغز آخر: ما هو الشيء الذي يجري دون أن يتحرك؟ أجاب ميسي بعد تفكير: أجل، إنها الكرة. لكن كريستيانو قال مبتسما: لا، إنه الوقت. استمروا في اللعب، ومع كل لغز كان الفشل يزداد. وطرح ميسي لغزا جديدا: ما هو الشيء الذي يملك أسنانا ولكنه لا يعض؟ رد كريستيانو بسرعة: الأفعى. لكن ميسي ضحك: لا، إنه المشط. وفي النهاية قال ميسي: لنرى إذا كنت ستعرف هذا، ما هو الشيء الذي إذا قمت بذكره فهو يتوقف عن الوجود؟ كريستيانو أجاب بفخر: إنه السر. لكن ميسي هز رأسه وقال: لا، إنه الصمت. وبعد جولة مليئة بالضحك والفشل قال كريستيانو: لدي لغز آخر، من هو أفضل لاعب في العالم؟ ارتبك ميسي وقال بكل فخر: إنه أنا بالتأكيد. وضحك كريستيانو عليه وقال: دعنا نرى المشجعين ماذا سيقولون في التعليقات.